البنت دي لما بتكون عريانه بيجي الراجل ده وبيبص عليها، والبنت بتشوفه وبتقول له انت بتعمل ايه، وبقول لها ابني جاي من السفر وهو ما بيحبش البنات ومش عايز يتجوز، وبقول لها عايزك تغريه وهديكي مبلغ كبير قوي، وبقول لها لو رفضتي هتمشي. من بعد كده الولد ابنه بيجي وبيسلم عليها، وابوه بيقول له هجيب حاجه واجي عشان يسيب البنت براحتها، وبقول لها هو ابوه قال لك انك تغريني عشان احب البنات واتجوز، وبتقول له انت عرفت منين، وبقول لها عشان دي مش اول مره يعمل كده، وبقول لها هنتفق على اتفاق تاني، وبقول لها هتبيني انك بتسمعي كلامه، وبتقول له انت ما بتحبش البنات والجواز ليه، وبيضحك عليها وبقول لها مين قال لك كده، وبتقول لابوك. بعد كده لما بيكونوا بياكلوا بقول له خليها تاكل معانا، وبقول له هزر معاها وقول لها انت، وبقول لها تعالي كلي معانا، وبتقعد معاهم وبتكون مستغربه لان دي اول مره تاكل معاهم. وبعد ما بياكلوا ابوه بيقول له ارقصوا مع بعض، وبيقوموا يرقصوا مع بعض وبيشغل لهم موسيقى، بس هم بيرقصوا بيحبوا بعض وبتقلب بجد. بعد كده ابوه بيروح للبنت وبيقول لها مبروك كسبتي باسبور السفر، وبيقول لها لو خليتيه يحبك ويخلف منك ليكي فلوس كتير جدا، وبيقول له انت بتأجر البنت عشان تستغلني، وابوه بيشتمه وبيقول له انت غبي انا عايز اشوف عيالك، وبيشتمه كتير، وبيقول له انت من النهارده مش ابويا،